النهارده اليوم ال11 على التوالي اللي تواصل فيه القوات الإسرائيلية الحصار والقصف على قطاع غزة بلا هوادم. في أكتر من 400 ألف نازح في القطاع لحد دلوقتي، مفيش أي مية أو كهرباء أو غاز أو وقود بيوصل لهم بأي شكل من الأشكال. معبر رفح ما اتفتحش لحد دلوقتي، وبيقولوا إن الأغذية اللي موجودة في القطاع تكفي القطاع كله لمدة 4 أو 5 أيام بالكتير. الكارثة الأكبر الإنسانية إن في أكتر من 1000 شخص تحت الأنقاض. وجود ال1000 شخص تحت الأنقاض دول بدون ما يدفنوا أو يتعمل لهم الإجراءات الطبيعية والصحية للدفن بيهدد بحدوث كارثة بيئية. عدم وجود المية بشكل كافي بيخلي الناس مش قادره ان هي تمارس حياتها بشكل طبيعي حتى على ابسط الاحتياجات، زي ان هم يدخلوا الحمام او يغسلوا انفسهم او يتوضوا او يستحموا. ولذلك ده برضو بيهدد بكارثه بيئيه، لان كده الناس مش هتعرف ان هي تتعامل بشكل طبيعي، فممكن ينتشر اوبئه او امراض بشكل سريع ما بينهم. منظمات حقوق الانسان ومجلس الامن ومنظمه الصحه العالميه كل يوم بيطلعوا بيانات وتنديدات، ومفيش اي حاجه جديده بتحصل على الاطلاق. العالم بيورينا الوش الاسود بتاعه والازدواجيه في المعايير بعد اكتر من 50 سنه من احتلال الاراضي الفلسطينيه. العالم بيورينا الوش الاسود بتاعه في عز ما في منظمات بتاخد ملايين الدولارات سنويا ويمكن مليارات كمان عشان خاطر تدافع عن حقوق الانسان، لكن اول ما بيحصل الوضع بالنسبه لحد من العرب وحد بيكون مستضعف الحقيقه ما بيكونش في اي حد واقف جنبه. الجدير بالذكر ان معبر رفح ما اتفتحش لحد دلوقتي، واخواتنا في فلسطين متحاصرين بقالهم 11 يوم ومفيش اي حاجه دخلت لهم على الاطلاق. اكتر مساعدات المفروض ان هي تخش في وقت زي ده هي المساعدات الطبيه، لان القطاع عدد القتلى فيه تعدى 3000 شخص وعدد المصابين 12000 شخص لحد دلوقتي، ودول المبلغ عنهم بس، غير الاعداد كمان اللي ما نعرفهاش واللي موجوده تحت الانقاض، واللي بيقولوا ان هي بتتعدى 1000 شخص ميت، وانا اعتقد ان هو اكتر من كده. الجيش الاسرائيلي بيواصل لحد دلوقتي انذاراته بالاخلاء من الناس اللي موجوده في الشمال، وبنتكلم على اكتر من 1.1 مليون مواطن مش لاقيين اي مصادر للحياه ولا الاعاشه. الناس دي كلها لو نزلت تحت في جنوب القطاع وتحديدا جنب مدينه رفح المصريه، المفروض ان هي تعمل ايه؟ المفروض ان هي تتعايش مع اخواتها الموجوده هناك ازاي؟ واصلا مفيش اي امكانيات ان هم يعيشوا. الحاجه الوحيده اللي سمعت عنها ان في ماسوره ميه صغيره جدا اتفتحت في الجنوب، وكأن الجيش بيقول للناس او كأن بقى البلد المحتله بتقول للناس روحوا تحت عشان خاطر هتلاقوا الميه تحت. طب بالنسبه للاكل، بالنسبه للمساعدات الصحيه، بالنسبه للحياه ان هي تكمل بشكل طبيعي، بالنسبه ل 400 الف شخص موجودين في الشارع وبيباتوا في المدارس وفي المستشفيات عشان خاطر يستخبوا من ضربات الاحتلال والقصف الجوي، الناس دي المفروض ان هي تعيش ازاي؟ احنا هنفضل نتكلم عن موضوع غزه لحد ما الموضوع يخلص او احنا نخلص، غير كده فاحنا هنفضل ننشر الكلمه، واتمنى من كل الناس ان هي تنشر الكلمه. وخليك عارف انك انت دلوقتي لو سكت فممكن يجي عليك الدور بسهوله جدا قدام، وتبقى انت اللي قاعد في الشارع وناس تانية قاعده مؤمنه في بيتها بتتكلم عن حقوق الانسان والحركات الارهابيه بمنتهى البساطه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. سلام.